به إلى كونه أن يكون أحد شعراء مصر المؤثرين في الحركة الثقافية. هي رحلة تمزج بين الإنسانية والفكر والثقافة ومقومات الإبداع، ومنها نستطيع أن نستخلص كيف تكون معطيات الإبداع وكيف تكون علاقة الإبداع بالحياتية أو الثقافة. هذا التقليد أردنا أن نجعله في محك الشباب في الصغير حتى نستفيد من الخبرات والتجارب الشعرية، يبقى هناك لقاء تواصل بين الأجيال ولقاء تواصل بين الشباب يتعرفون على التجارب وعلى هذه النماذج، ونحن سوف نستضيف ضيوف آخرين لنوع من الاحتكاك نسمعه. وما دمنا قد سمعنا الضيف العزيز نريد أن وأنا أتحدث على لسان أخي وحبيبي الأستاذ أوفى أن يسمعكم في حوار هادئ وبسيط معه. يعني يحلو لكم أن تسألوا كما تحبون، لكن يجب أن يكون السؤال قصيرا والإجابة أكثر قصرا حتى نستوعب الكل. تفضلوا لو نبدأ الحوار. تفضلوا. تفضلي. يعني هو ده التأسف. زمان كنت في مقهى نجيب محفوظ في أخريات أيام، وأنا المتيم بنجيب محفوظ. هقول لك أنا دلوقتي بقى نجيب محفوظ في قصة الطريق يقول على لسان البطل: لما لعبت الخمر برأس أحد أصحابه اجلس يا ابن بسيمة عمران. بسيمة عمران هذه تدير بيتها للدعارة. فأنا لما قرأت هذه الجملة، أنا عاشق لنجيب محفوظ كما قلت لك، فقرأت للآخر: فعاد إلى أمه يقول لها: نادوني بابن بسيمة عمران فمن أبي؟ قالت: يا ولدي لك أب ولست لقيطا. ثم فتحت صندوقا خشبيا وأخرجت له صورة فيها صورته وهو طفل وصورتها ورجل. قالت: هو أبيك في القاهرة، تنزل وابحث عليه. أما الذي قال لك هذا فاعلم يا ولدي أن أصحابك هؤلاء لولا أمهاتهم لبارت تجارتي. نعم. لولا أمهاتهم لبارت تجارتي. ذلك المستوى الذي يكتب به نجيب محفوظ، وأنا على فكرة كنت حافظا لكثير من روايات نجيب محفوظ على غير المعتاد أن تحفظ روايات بهذا الأسلوب الرائع. فذهبت إلى نجيب محفوظ وهو بدأت شيخوخته وأنا ذلك التلميذ صغير جدا جدا، فسألته عن صورته، فكلما أجاب يقول: الراوي وهو يكتب أراد أن يقول كذا، الكاتب. فتعلمت منه الحيادية حين يتكلم عن نفسه. فحين أتكلم عن تجربتي وأقول فلان يفعل كذا، فأنا أحاول رغما عني أن أتجرد عن نفسي وأجعل من الشخص الذي محايد حتى لا أتعاطف معه أو أكون ضده. هل في أسئلة ثانية؟ تفضل. يعني تكلمنا ما هي مقومات الشعر الحقيقي يعني السؤال ده سؤال تقليدي. صحيح. صح؟ إلا أنه يقابلنا في كل مكان. مقومات الشعر الأساسية الأولى هي الموهبة لربنا سبحانه وتعالى. ده حقيقي. فإذا ما تحققت الموهبة لابد وأن يكون هناك عراق حقيقي مع القصيدة والثقافة. وأرجو من الأوامر والسيدات المشفعة ألا يحرجوا مما سأقول. تفضل أستاذ. في سنة 88 في مؤتمر الشعر العربي بالقاهرة، محمود درويش سأله الدكتور محمد سيد إسماعيل: ما مقومات الشعر؟ فقال له: لن أحدثك عن الموهبة وعن القراءة وعن الثقافة، فهما أمور بديهية، ولكن حين تكتب القصيدة واقعها ولا تكتفي بالنظر إلى عينيها أو إمساك يدها. يعني حين تتأمل هذا يبقى أنا خلاص الموهبة، الثقافة سواء كانت عربية أو أجنبية لابد منها،
ثم بعد ذلك وأنت تكتب القصيدة لابد أن تكون موقعة حقيقيا. القصيدة ليست طرفا والكتابة ليست طرفا، صحيح. ولا تتعالى على الكتابة، وإنما وأنت تكتب لابد أن تستشعر في كتابتك صدقا، ولا تكون مشابها لغيرك ولا تكون مشابها لك. فحين تكتب قصيدة لابد وأن تبحث عن مستوى آخر من الإبداع. شكرا. أسئلة ثانية؟ أسئلة ثانية. تفضل. حضرتك احنا كشعراء شباب او لسه بنبدا في هذا الطريق زي زي حضرتك كده، انت شايف ان احنا لينا مستقبل في سوهاج؟ طيب، يعني هو المكان لا يمكن أن يكون عائقا أمام الإبداع. أنا قلت معلومة حين قلت إن العصر تغير. النهاردة النت ما عادش يعمل حدود، فلا أتصور أن المكان أصبح عائقا دون الانطلاق. فإذا كان المكان، يعني فاروق حسان الأديب الكبير أقام عمره كله في سوهاج، جميل محمود عبد الرحمن في سوهاج، معظم الشعراء المقيمين هنا، ومع ذلك خططوا لنفسهم تاريخ. عبد الحافظ بخيت في سوهاج مقيم ولا في القاهرة؟ ألا تتصور أن هذه الأسماء قد خطط لنفسها شيئا؟ لكن ده لا يمنع أن الذين يقيمون خارج العاصمة إلى حد ما مظلومة حقوقهم في أشياء أخرى أنا لا أحب الخوض فيها الآن. يعني أسئلة أخرى؟ أي تفضلي. هو زي ما كنت من كلام حضرتك يعني حياتنا بقى 3 تجارب. ايه التجربة اللي أثرت على الشعر؟ الموت. تجربة الموت. أول تجربة موت تمر بيا كانت مع زميلة لي في قلب جامعة القاهرة. وبالمناسبة معلومة، يعني أنا كنت في دار العلوم في سنة أولى لغاية رابعة شعبة به، بحكم كلمة أوفى، فأوفى مسجل في شعبة إلى حد ما. شعبة في دار العلوم كانت 200 طالب، أنا الوحيد في 199 طالب. أوفى أمامي إما أميمات أو إيمانات، وكان معي واحد اسمه أيمن لم يطق صبرا على دار العلوم ومشي. هذه البنية التي ماتت تجلس بجواري وأنا أستعد لبدء مؤتمر مع الدكتور محمد بن أنور، وفجأة اكتشفت أنها مالت قليلا قليلا قليلا، حتى اكتشفت بعد قليل أن هناك أمرا غير عادي يحدث. فلما نظرت وجدت الشحوب، وأنا أعرف الموت إلى حد ما بحكم الخبرة البصرية، لكن المرة الأولى يموت أحد. تجربة الموت من التجارب قاسية. ولو قرأت انكفاءة مزمار هتلاقي تجربة الموت، لو ثورة الأشجار هتلاقيها. أما بوابات الحزن فطبعا أنا أعتقد إنك قرأتيه، فهتلاقي ده المسألة فيها يعني هي تجربة الموت. طبعا تجارب العاطفية ونحن في الطلبة برضه، بس لم تكن بقسوة تجربة الموت. طيب أسئلة